السلام عليكم أخواتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بإذن الله. وصفتنا لهذا اليوم كرواسون المغلاس، من أروع ما يكون، يجيو بنان بزاف وسهلين في التحضير نتاعهم، أيضا مع طريقة تحضير كريم باتيسيا. يلا نشوفوا مع بعضياتنا طريقة تحضير هذه الوصفة. هنا في إناء وضعت 200 مليلتر من الحليب يكون دافئ مع ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، 4 ملاعق كبيرة مملوءة من سكر سميدة. نمزج المكونات جيدا مع بعض، ثم ضفت لهم 180 جرام من الفارينة. نخلط جميع المكونات جيدا مع بعض ونخلي الخليط نتاعي يرتاح لمدة 10 دقائق. بعد ما ارتاح الخليط ضفت له نصف ملعقة صغيرة من الملح. أيضا ضفت كيس من سكر فاني. ضفت أيضا حبة بيض كاملة مع 60 جرام من الزبدة الذائبة. نمزج المكونات مع بعض، ثم ضفت ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الحلويات. أيضا ضفت 360 جرام من الفارينة أو الطحين تدريجيا. هنايا تقدر الفارينة تديلكم من 360 ل 370 على حساب نوعية الفارينة اللي عندكم. كان الفارينة اللي تشرب وكان الفارينة اللي ما تشربش. لهنا نشكل كرة، تجيني العجينة نتاعي متماسكة وتجيني طرية، ما تجيش تلصق في اليد. نخلي الكرة العجين نتاعي ترتاح لمدة ساعة في مكان يكون دافئ. نروحوا لهنا لطريقة تحضير لا كريم باتيسير. لهنا في كاسرول حطيت نصف لتر من الحليب. ضفت لهنا 100 جرام من السكر سميدة. لهنا حنضيفو نصف الكمية والنصف الآخر نحتفظ به. نحط الكاسرول تاعي على نار تكون متوسطة حتى نفيض الحليب. في إناء آخر لهنا عندي 4 صفار بيض. ضفت لهم النصف المتبقي من السكر. أيضا ضفت كيس من سكر فاني. نمزج المكونات مع بعض حتى نتحصل على خليط يكون فاتح. لهنا عندي 55 جرام من النشا أو المايزينا، نضيفها ونمزج المكونات مع بعض. من بعد لهنا ضفت الحليب اللي كنا فيضناه، نضيفوه تدريجيا مع التحريك المستمر. لهنا لا لاحظتوا بلي عندكم تشكلوا لكم حبيبات نتاع المايزينا، عاودوا ميكسيوه. كي تكملوا الكميه نتاع الحليب عاودوا رجعوه في الميكسور ميكسيوه. لهنا مباشره نعاود نرجعوه في الكاسرول اللي عندنا، ونعاود نحطوه على نار تكون متوسطه مع التحريك المستمر. المدة نتاع الطهي نتاعو تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق. لهنا لازم ما نحبسوش من التحريك هكذا حتى نتحصل على خليط يكون خاثر. ايضا المده نتاعو هكذا باش مده الطهي هكذا باش تنحي لنا الكون تاع المايزينا ونتاع البيض. لهنا من بعد رجعته في اناء اخر يكون نظيف. فرغت الخليط اللي عندي وعاودت حطيت عليه السيلوفان على الوجه نتاعو كما راكم تلاحظوا. يلامس الوجه نتاع السيلوفان، يلامس الوجه نتاع لا كريم هكذا باش ما تشكليش الطبقه نتاع القشره هذيك. من بعد نعاود نرجعه في الفريجيدير، ندخلو في الفريجيدير حتى يبرد. نروحوا للعجينه. لهنا بعد ما العجينه نتاعي ارتاحت مليح وضاعف الحجم نتاعها نديكازيوها، نخرج الهواء اللي فيها، نعاود نرجعها فوق طاولة العمل وندلكها لمدة دقيقتين حتى نتحصل على عجينة تكون رطبة بزاف وتكون لينة. من بعد قسمتها على 2 كريات، نعاود نخليهم يرتاحوا لمدة دقيقتين هكذا باش تسهل لي عملية البسط. بعد ما ارتحت كرة العجينة نتاعي رشيت طاولة العمل بقليل من الفرينة، ما نكثروش من الفرينة بزاف، رشة خفيفة فقط. ونبدأ نفتح في كرة العجين بهذه الطريقة على شكل دائري. لهنا راح تسهل لنا عملية الفتح لأنه خلينا كرة العجينة ترتاح، ماهيش راح تعذبنا كي نعودو نفتحو في العجين.
لهنا هذا هو السمك نتاعها، ما يجيش غليظ بزاف وما تجيش رقيقة. لهنا راح نقطعها على شكل مثلثات، نفس تقطيع البيتزا. لهنا ال راحت لي الهضرة، راحت لي الهضرة. لهنا راح التقطيع أو الحجم نتاع المثلثات يكون اختياري. أنا لهنا حنعتمد على الحجم الصغير باش يجيني باهي ويجيني شباب في الصحن التقديم نتاعي. لهنا كما راكم تلاحظوا بديت حليتها بقليل باليد نتاعي هكذا، بسطتها شويه. من بعد نبدا ندور في لي كرواسون. لهنا كما راكم تلاحظوا ندور ونجبد قليلا، ما نجبدهاش بزاف، نجبد شويه وندور. يعني عمليه جدا سهله باش ما تجيناش غليظه بزاف لي كرواسون. من بعد نخليهم يرتاحوا لمده نصف ساعه. بطبيعه الحال يكون المكان دافئ. هنا بعد ما ارتاحوا لي كرواسون في حمام زيتي، بعد ما سخن الزيت تاعنا مليح، نقصته على نار تكون مهيله مهيله جدا جدا. لهنا ايضا نحتاج الى كميه جيده من السكر. نبدا نرمي في لي كرواسون تاعي ونبدا نرمي عليهم في الزيت بهذه الطريقه. كي يكتسبوا لون احمر خفيف من الاسفل نعاودوا نقلبوهم للجهه الاخرى باش يكتسبوا ايضا اللون. لهنا ما نخليوهمش يحمروا بزاف بزاف باش ما يجيوناش يابسين. نبدا نخرج في لي كرواسون مباشره، نحطهم في السكر ونبدا نرمد فيهم بهذه الطريقه. نرجعوا لاكريم باتيسير. لهنا كما راكم تلاحظوا راهي جمدت معانا. نعاودوا نميكسيوها، من بعد تعاود ترجع سائلة كما كانت. لهنا في هذه اللحظة عندكم زوج اختيارات. تحبوا تخليو لا كريم باتيسيير نتاعكم كيما راهي، تحبوا ديروا لها الذوق نتاع الشوكولا. انا لهنا حندير لها ذوق تاع الشوكولا. حطيت معاها 3 ملاعق كبيرة من النوتيلا الشوكولا تاع الطالع. لهنا في لابوش او الكيس الحلواني فرغت كمية ونبدا نحشي في لي كرواسون. لهنا حندير ثقب من اسفل نتاع لي كرواسون ونبدا نحشي في لاكريم بهذه الطريقة. يعني طريقة جدا سهلة وبسيطة. نكمل الكمية تاعي كامل. لهنا في صحن التقديم سنيت لي كرواسون، جو ما شاء الله، جا المنظر تاعهم رائع رائع. يعني الصورة لهنا ماهيش مديت لهم حقهم، جو ما شاء الله. جو خفاف وجو بنان. لهنا الاطفال نتاعكم راحين يحبوهم بزاف بزاف وراحين يطلبوهم منكم. ديروهم لهم في كل يوم لازم تديروهم لهم. لهنايا هذا هو الشكل النهائي للكرواسون. جو ما شاء الله، جو خفاف ومقطنين من الداخل. ايضا بالذوق الشوكولا جو رائعين. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم نال اعجابكم. لعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك، وايضا ما تنسونيش بالتعليقات نتاعكم الطيبه. شوفوا ما شاء الله كيف الجو خفاف من الداخل. لهنا راح نشوفوا ثاني لا كريم باتيسير كيف جات، وجات حاكمه روحها، جات ما شاء الله، ايضا جات بنينه بزاف بزاف. هنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم نال اعجابكم. لعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك كما العاده، وما تنسونيش ايضا بالتعليقات تاعكم الطيبه. وانتظروني الى فيديو اخر باذن الله. في امان الله، الى اللقاء.